أهلا أخوي بندر. هلا هلا، حياك الله. أحسن الله عزاكم، رحم الله ميتكم إن شاء الله، شهيد الوطن كامل. الله يرحم والديك وجزاك خير. الله يطول عمرك. أنا بيك تكلمني عن أخوك، وضعه في العائلة، ترتيب، من كان يهتم، هو كان يهتم بمن في عائلته؟ يعني أنا اللي أعرف كان هو يرعى أمه وكان يرعى أخوه المعاق إضافة إلى عائلته اللي هم طفلين وزوجته. تعطيني تفاصيل عن حالته. نعم صحيح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ثانيا أخوي كان ساكن ببريدة ويعمل بقوة الطوارئ في بريدة. وكان يهتم، والدته عنده ساكن عنده في البيت، وعنده أخوي الأصغر اللي هو المعاق، وكان يهتم فيه. هو اللي قام من بعلاجه، هو اللي قام من حتى غسيله بنفسه، قام من بالعلاج وغسيل أخوي المعاق، وكان يهتم بأمه ويهتم بولاده. كم عدد أفراد الأسرة عنده؟ عنده ولدين وزوجته الحين حامل بالشهر الأول. طيب، هو اللي كان يعني مهتم بوالدته، وكان أخوه المعاق أيضا، هذول أيضا كانوا تحت رعايته. نعم تحت رعايته، وحتى قبل الحادثة كان طالع من مستشفى التخصصي بريدة، صار في العلاج وأدوية معاه في السيارة. طيب، أبيك تكلمني آخر تواصل كان بينك وبينه، وش كان يقول لك؟ وش كانت يعني أغلى أمنية كانت عنده؟ وش كانت؟ والله آخر تواصل بيني وبينه قبل الحادثة بيوم، يوم الاثنين بالليل. إيه؟ كنت أنا تعبان، وكان يطمن علي، يدق علي يسألني، يطمن على صحتي. طيب، سم. وكان محبوب لدى الجميع مرة. رحمة الله عليه. عياله كم أعمارهم؟ فارس 8 سنوات وفراس 1.5 سنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا كنت أشوف في التقرير وتابعنا أنه كان هو يبني بيت في قريتكم. نعم صحيح. البيت ما اكتمل؟ لا ما اكتمل لحد. كان بيسكن فيه هو وأمه وأخوه المعاق وزوجته وولدينه، ولا لا؟ اي نعم لا اكتمل، كانوا بيسكنون فيه، لأنه ساكن بشقة في جاره وبريدة. هو لأنه ساكن في أجار. طيب، عياله وزوجته الآن وأمه وينهم الآن؟ وينهم ساكنين؟ والله الآن كانوا بشقتهم في بريدة، واخذتهم عندي. الآن رحت واخذتهم، رغم انهم يراجعون مستشفى بريدة هناك. ايه، اضطريت اني اخذهم، هم اخوي المعاق. تاخذهم عندك بحايل؟ اي نعم. بس الخدمة الطبية اللي كانت عندهم، كانوا هناك عندهم مواعيد وعندهم، فلو خليتهم هناك. عندهم مواعيد، والمستشفى بعد ملفهم هناك. لكن نراجع ونرجع الحايل، وعسى الله ييسر. الله يعينك، الله يعينكم. الحديث اللي كان يقال بين، يعني في الفترة اللي ظهر فيها المقطع، أنا أذنت لي، كانوا يقولون أخوي بندر أنه كان في مشاكل عائلية، يعني بين الشهيد وبين القتلة هذولا، صحيح ولا لا؟ لا غير صحيح، لا مشاكل ولا حاجة، غير صحيح الكلام هذا. وهم أقرباء؟ نعم، ابن خالته ومن عمومته، عيال عمه وابن خالته. طيب، أنا أشكر لك ظهورك رغم الألم اللي أنتم تشعرون فيه، يعني والمعاناة اللي عندكم أنتم كأسرة. أشكرك والله أخوي بندر. بس سؤالي الأخير، الحادثة هذه كانت قبل كم؟ حادثة ايش؟ حادثة صارت قبل يوم 8/5. طيب، الجهات الأمنية أعلنت الأسماء، أنتم ما كنتوا شاكين بالأسماء؟ كيف؟ أقول الداخلية أعلنت الأسماء المتهمة بالقتل وحتى أرقام بطاقاتهم، بس الفكرة أنه أنتم ما كان عندكم يعني شك فيهم، ما شكيتوا فيهم. أنا كان في مراسلة، بينه وبين وايل. أيوة، وش كان يقول له؟ كان يقول أنا معي أغراض، أنا طالع من الرياض ومعي أغراض من والدتي إلى لوالدتي. وبعد ساعتين أرسل له، قابلني في المكان اللي حدثت فيه حادثة، تعال شيل الأغراض حقت أمك. فأنتوا بلغتوا بناء على هالكلام اللي كان بينهم؟ اي نعم. وبعدين عاد جانا خبر من الشرطة، جو ولقوا قتيل عند سيارته، الشهيد الله يرحمه.
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبركم ويصبر عائلته. آمين آمين. أخوه المعاق كيف وضعه؟ والله أخوه المعاق الحين هو أخوي الوحيد اللي عندي، ووضعه سيء جدا. وبالنسبة بالنسبة لموضوع المعاق، أناشد الله سبحانه ثم ولاة الأمر سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية حفظه الله، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بأن يتبنون علاج أخي بخارج المملكة، علما بأنه زي ما قلت لك أخوي الوحيد ولاني قادر على علاجه برا. تسمع كلام زين. زي ما انت عارف هم اولاده ما كان عنده منزل، ما كان عنده بيت، ما يملك بيت. بتسمع كل علم زين ان شاء الله. شكرا لك اخوي بندر، والله يجعلها ان شاء الله اخر الاحزان. اشكر لك هالتجاوب، شكرا جزيلا لك.